انا اصلا كنت لاعب كره يد حوالي 14 سنه. كره اليد قبل ما تشتهر في مصر كانت الناس بتشتغل صح فيها، وكان اتحاد محترم وقتها، وكان حتى المدربين اللي لسه طالعين كانوا بيتبعوا نظام ايه. كانوا بينزلوا على المدارس كشافين، بينزلوا على المدارس يشوفوا مثلا الشخص دوت بنيانه الجسدي كويس جدا للعبه، بياخدوه ويبتدوا يعلموه اساسيات اللعبه وهو موهبته بقى، لان اللعبه بالممارسه زي كره القدم كده، في لعيبه ما بتبقاش موهوبه بالفطره لكن مع الممارسه بتبقى كويسه. زي التمثيل مثلا، والتمثيل برضو في ناس ما بتبقاش موهوبه بالفطره لكن مع الممارسه بتبقى كويسه. فده اللي كان اللي ادى لنجاح كره اليد. كانوا عاملين برضو مشروع اسمه مشروع العمالقه، اللي هم بيشوفوا الافراد اللي فوق ال 190 سم او الكلام ده كله، ويجمعوهم وبيعملوا لهم معسكرات وبيعلموهم الكوره، وبعد كده بيوزعوهم على الانديه والانديه تستفاد منهم وهكذا. نتج عن الشغل ده كله جيل